فهموه. اما هذا الجيل من ما بعد التسعينات شكله مش فاهم ايش معنى الزبيبه اللبيه. لا بس احنا بنوصل لفكره بنعلمهم احنا. الله يسعدك. دقيقه انا انكح اختك يا هلال، انا اعرب امك، انا انيكها في الطيز. هلال خلاها تفنقس، خلاها تسجد وانا اركب على ظهرها وانيكها في طيزه. يلا يا ابن الشرموطه يا ابن الحبشيه، انا انكح اختك، انا انيك امك، انا انيك امك يا ديوث يا ابن الديوثه يا شرموطه يا ابن الشرموطه يا قحبه يا ابن القحبه، انا اعربها طيز ونقص ولسان وفخذ وطيز وثقفه وكل شيء. انا انكح امك على مشارف اب وعلى مشارف تعز، وانا انكح امك في مفرق حبيش وفي كل مكان. ازيد دوسان ازيد ابني. طيب خلونا نزيد. انا انكح امك ويلابس شورت، انا انكح امك ويلابس فوطه، انا انكح امك ويلابس عبايه مقطوعه من طيزه. ازيد انك وجهك ازيد. زيد انا انكح امك من طيزها، وانا انكحها وهي منسدحه على بطنها، انا انكحها وهي مسوي امساك، انا انكحها وهي تسوي فكس بظهرها. ازيد والله انا انكح امك وهي تملخ رجولها انا انكح امك وهي تسوي فكس بركبها، انا انكح امك وهي تسوي كريم الكراميلا على كسها، انا انكح اختك طيز وكس وظهرها عاد ظهرها عادي. يلا ازيد. باب نخلي خواتك امك كل يوم. انا احمل امك بزب ابو جلوش، وانا اخلي امك هنيك ابو علوش، وانا اشحط اخلي امك اشحطها نور من مصر. نور من مصر تبغى؟ نور ما في مشكله. نور طبعا في اليمن هي محافظة إب، هذولا تاركين يعني أعراضهم وتاركين بيوتهم وغرف نومهم وأعراضهم للجماعة الحوثي تنتهي فيهم. لحظة يا زبالة، لحظة يا زبالة، سكت نعم عندنا مراقص. نعم لحظة عندنا مراقص والراقصات من أب، عندنا مراقص والراقصات من أب. في مصر المراقص والراقصات من أب، في أثيوبيا مراقص والراقصات من أب. كل المراقص اللي موجودة في الدول العربية الراقصات من أب. ليش زعلان؟ ليش زعلان يا حبيبي؟ هالراقصات تستوردين من أب، حتى في ولاية شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية الراقصات من أب. انت اكبر غلطه انك ما زرت عدن وتشوف هذه الحضاريه. والله يا جماعه ان اي واحد يفتح كافيه ولا يفتح حاجه والله الراقصات من عندهم ببلاش. عشان اتكلم بعدين هو يتكلم. انا الراقصات من داخل اب، والله العظيم ان الراقصات من داخل اب، وبعدين اب تجيب راقصه بيضاء مملوطه صح، وبعدين لما تهز الطيز الله. انت لازم ترجع تشتغل. اول عاهره طلعت تنقل الاجانب، تنقل اليمنيين بجنسيه امريكيه الى امريكا من اب. انت عن من تتكلم يا صاحبي؟ مرقص فتح في الجزيره. لحظه عندنا مراقص نعمل، والمراقص في كل دوله، في العراق وفي بس لو تقول للحقيقه. لحظه يا اخي لا تقاطع. والحقيقه انت تعال اسالني، لا تسالني على نوع المرقص، اسالني من وين الراقصه. لا لما كنا لحظه لو سمحت لا تقاطع، انت تكلمت ما حد قاطعك. الراقصات والله العظيم ان احنا كنا بنستوردهن من لا احنا دوله ملكيه كنا. نعم لحظه دوله ملكيه. انت في لحظه لا لان في مصر الحين الراقصات من عندك. نزلت هذا القاطع. تعلمون ان امراه من اب دخلت. طيب لحظه في امراه. السلام عليكم. طيب يلا صالة في اليمن كل اللي تجينا حمامات. لحظة ما هو كله. الرسول غير وابو يمن غير، ابو يمن زلاده والكاتمين الغيظ. بعطيك معلومه، شوف بعض اليمنيين مقنسين قطريين ولا بعض بيجيك يتكلم باسم قطر والله انه يمني، ولا هندي، ولا تحصله باكستاني، ولا تحصله ما عندهم عربي ما في، باسم القبائل لا تتكلم فيهم. لو احنا معهم، احنا مع اسرائيل نعطيها معلومات عن صافر، على ميناء الحديده، على قاعده الدليمي، كل شيء نبقى اليمنيين يكونوا يصورون ينزلونها بتويتر، اي شيء معسكرات للحوثيين يصوروا ونزلوا بتويتر. في جواسيس من الحديد، قد في جواسيس من الحديد. نبقى اليوم اسمعوني، نبقى جرذان الحوثيين ومن والاهم نبقى يتشردون يودون علينا على الجنوب. ما يحتاج ترى الحين جواسيس على الجماعه وعلى الصوت بصمه الصوت عن طريق الاقمار الصناعيه، يعني ما يحتاج، هم يفضحوا بعض.
في الضالع ويافع. حياكم الله يا الزينبيات في بلدكم الثاني. اما حقكم الدعور ده لا احد يجينا، علي الحرام لو يجيني دعري اني لا اركب فوق ظهره. طيب دقيقة، لهم الاساس افريقيا وفارس، عليهم العوده الى افريقيا والى فارس، بحيث ان هذه الدول هي ارضهم. كلنا مع اسرائيل قلبا وقالبا مع دوله اسرائيل ضد صهاينه اليمن. دمر ابو يا أخي صلي على حالف وجد في اليمن لنصرة لإعادة الشرعية. تمام. انت اللي تقول عنه رئيس اللي بيحكمك صاحب تعز، هذا صاحب تعز جالس في غرفة 5 في 5 عندي، انا احميه. القوات اللي احميه انا ما يحكمني، انا احميه عندي. يعني لما صار بيني وبين التحالف من اتفاقات، انا الرئيس هذا حقك برجعه الزباله ورجعوا لك لا تعز خلال ايام. اسمع تم ضربها وقتلها داخل نقطة العلم، دعسها دعس والله. وانا بشرك وانا لحظة وانا بشرك يا وطن، انا من ضمن اللي كانوا في سيلة قريب ما نقطة العلم في عدن، وانا ممكن ارسل لك مقطع. انا اذا كان تعرف الشايب اللي تم الدعس على رقبته الاسير، هذا انا اللي دعست عليه، وترجع تقدر تطلع انا من دعس عليه. لحظة انا اعطيك لحظة يا عيال زبيب الابية، انا ما انا من عيال زبيب الابية، عشان تقول لي ما دخل. اسمع يا ابن الدحباشي، اسمع يا حبشي، احنا من دخلنا، احنا من حررناكم قبل تجيبكم زبيب الابية. سمعت؟ انتم عيال زبيبي الابية، انتم مجرد لقايط، انت ما انت عارف انت في اب من يحكمك، في اب يمسح بكرامتك الحوثي. اسمع انا اتحدق، خطف نسائك الحوثي. شوف لا انت ولا الحوثي، تمام، لا انت الحوثي، لكن انت اصلك الافارقه. من الافارقه؟ انت من الاحباش؟ افريقي انت. مفرق حبيش وين؟ انت افريقي من وين كان؟ مفرق حبيش. سؤال واحد، من وين؟ مفرق حبيش وين؟ مفرق حبيش وين؟ الافارقه. سؤال واحد، مفرق حبيش وين؟ يقول افارقه، يلا جاوب. من المخا. من وين يجي؟ من المخا، من الحديده. من المخا، من الحديده. من وين يقول افارقه؟ قل لي. من المخا، من حبيش. هذا اكبر مفرق حبيش، هذا منطقه داخل اب، وهذه حبشيه باسم الحبشه. اكبر جبل في اليمن هو في تعز اسمه جبل حبشي. اكبر قبائلهم في شمال اليمن اسمها قبائل حبشت، ومن كان يحكمهم افريقس اللي هو حاكم افريقي. ما قد محافظه اب عن بكره ابيها احتلها واحد حوثي عمره 17 سنه، دعسهم، دعس على كرامتهم، اهانهم، خلاهم لا تقاطع امه لا داخل اب، امه لا داخل اب. شوف اصابات وسحل لا تدخل بالعرض. لحظة يا حبيبي، ايش بك تتوجع؟ لا تدخل بالعرض يا ابن القحبة يا ابن الشرموطة. لحظة، ما دام الناس دقيقة ما دام الناس انا خذتها اب عن بكرة ابيها، انا انكح اب طفل قرية ديري. محرز طلبتك هذا الشاطر. تفضل. الاكثر اليمنيين تلقى قد لك ان اليمن هي ارض افريقية وليست عربية. أنا أقول لك ما جت جيوش من الحبشة موطنهم الأصل اليمن. لما تيجي تقول لي الفيلة كيف جت؟ يا أخي حبشة أرضهم اليمن، يمكن جابها وهو طفل، يمكن جابها بالكيس حقه. هذه حضارة أفريقية. بيجيب لك الفيلة، بيجيب لك من الذكر والأنثى 2 عمرهم سنة، بعجم الغنمة، بعجم الحمار، لأن اليمن أرضه. بيجيبها اليمن وبيربيها باليمن وتورث باليمن وتعيش في اليمن. ايش يعني؟ ايه المشكلة؟ يعني الفيلة ما تدخل اليمن الا بحجمها الكبير، يعني بحجمها الصغير ما تدخل؟ انت عقلك ايش؟ انتم ايش نوع التخزين اللي تاخذونها؟ افريقيا حضارة، افريقيا تعيش فيها في جميع انواع الحيوانات. شعارهم هذا شعارهم. الفيلة شعار الأفارقة. لحظة لو سمحت الله يخليك، الأفارقة شعارهم الفيل، زي ما أنت رمز حضارتك الحمار، هم رمز حضارتهم الفيل. ربما بيجيب لك الفيل وهو صغير، بيجيبوا عمره سنة، يجيب لك ذكر وأنثى ويحطهم لك داخل اليمن، ثم تكبر ثم تنجب فيلة. ايه المشكلة في الموضوع؟ لا تجلس تمسكني انه كيف جاء وكيف طلع وطير ونزل. هذه بخصوص الفيلة. العافية محرز.